مساء الفل عليكم ومراجعة جديدة لفيلم Kingdom of the Planet of the Apes، وهو الجزء الرابع المكمل للثلاثية السابقة. وفي نطاق الحبكة والشخصيات مش لازم تشوفها، لكن علشان تعرف احنا وصلنا هنا ازاي الافضل تتفرج عليها. سبب اني اتأخرت في مشاهدته ومراجعته هو اني كنت بشوف السلسلة لأول مرة، وحقيقي اللي ما شافهاش لازم يتفرج عليها سواء رايز او دون او وور. وحقيقي عناصرها ممتازة ومليانة بالجمال والروعة، وقدمت شخصية حبيتها جدا وهي سيزر. ولما خلصت الجزء الثالث كنت مش حاسس اني عايز اتفرج على ده، لان القصة اتقفلت بطريقة رائعة، لكن كان عندي فضول اعرف ايه اللي هيحصل. على مستوى السيناريو فهو فيه مميزات وعيوب. الإجابات في رأيي هو احترام الفيلم للتراث اللي قبله، وقدر يقدم لنا تفسيرات ونتائج الأحداث اللي شفناها في الأفلام اللي قبل. كمان شفنا ازاي القرود قدرت تبقى هي الشريحة الأكتر والأهم عن البشر، ومستوى الذكاء المرعب اللي وصلوا ليه، مع طبعا الاستثمار في الفلسفة والمغامرة واللي هي أسس السلسلة. وحقيقي تقديمها كان مميز. اما السلبيات في الكتابه هي المعلومات اللي مش بتتقدم بافضل شكل، في منها اللي اتقدم بشكل متاخر، منها دوافع جانب الشر، وكذلك اللي لسه ما اتقدمش وعلى المفترض الاجابات تكون في الاجزاء القادمه. وحتى الان حاسس ان الشخصيات وعلاقتهم مش بارزه بالشكل الكافي. ولا مشكلتي الاساسيه مع الفيلم هو عدم وجود اي جديد او حتى افكار وتحديات اصعب. على مستوى التجربه البصريه فهي من اروع ما يمكن، مبهره للعين والتصوير ممتاز، وكادرات فيه كتير منها رائع، واشكال القرود وتصميمها جميله جدا وواقعيه، ومشاهد الاكشن اللي اكتر من رائعه، وخصوصا التسلسل الاخير واللي كان في قمه الابهار. بشكل عام المستوى التقني في قمه الروعه. في المجمل كفيلم المفترض انه بيفرش حبكه وشخصيات جديده وبيجهزنا لملحمه تانية، فهي كويسه جدا. لكن علشان الشغف والحماس يتجدد لازم الامور تصعب ونشوف ابداعات جديده زي ما السلسله كانت بتعمل كل جزء. تقييم النهائي 7/10.